بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، حفظكم الله ورعاكم. أيها الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه لمحزونون. إن الفقد اليوم والأسى عميق في قلوبنا جميعا على فراق أميرنا الذي عرفناه قائدا حكيما وإنسانا تمتد يده بالعطاء إلى بلا حدود. كان مرشدا حليما بالعفو الكريم، حاكما مؤمنا بقيم التسامح والتواضع، قريبا من نبض الشعب بجميع فئاته، يتلمس تطلعاته ويستجيب لحاجاته. لقد رحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه بعد سنوات قضاها على رأس الدولة، وقبلها سنوات عديدة متدرجا في سلم المهام الوطنية السامية، تاركا إرثا خالدا من خلال بصماته المشهودة وكلماته الراسخة في الوجدان، نبراسا منيرا لما تضمنته من توجيهات وإرشادات سديدة ألهمتنا عناوين العمل الوطني الشامل لمجالات الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي. وإذ نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برحمته الواسعة، وأن يسكنه وسيح جناته، فإننا ندعو الله تعالى أن يمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورفعه بالعون المديد والرأي السديد لاستكمال مسيرة بناء الدولة وفق القيم الدستورية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، لقد تابع شعب الكويت بكل اعتزاز ما قمتم به يا صاحب السمو من معاونة فقيد الكويت في إدارة دفة الحكم بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد، خاصة منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ 15 من نوفمبر من عام 2021 بشأن الاستعانة بسموكم الكريم لممارسة بعض الاختصاصات الأمير الدستورية. وإننا نعاهدكم اليوم مع الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملاحم من ملامح العهد الجديد. وباسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة أرفع إلى مقامكم السامي التهنئة الخالصة بقيادة حاضر ومستقبل وطننا العزيز الغالي، واثقون بحكمة وقدرة سموكم على حمل راية تحفيز الهمم على درب التنمية والتطوير والإصلاح لبلوغ قمم السمو بالأهداف الوطنية، سائلين المولى أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويوفق سموكم لما يحب ويرضى. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة سنواصل المسيرة موقنين بقدم مشرق تحت قيادتكم الرشيدة، وإننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعا باستلهام الأولويات من رؤية سموكم الثاقبة بواقع بلادنا والمستشرفة لآفاقها الواسعة في محيطها الإقليمي
والدولي، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.